السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة الفلكي اليمني، واليوم مع الجزء الرابع من توقعات اليمن لعام 2023. وعنوان هذا الفيديو، طبعا الفيديو هذا سبق توقعات الجزء الثالث كان لها مسميات. هذا المسمى الرابع: سنة خسارة التقسيط. ويعني أن كل من له مشترك أو مشتري أشياء بالتقسيط فإنه سيحدث له خسارات، ونتمنى بإذن الله أنها تحدث، لكنه يلوح ذلك أنه في عام 2023-2024 ستحصل خسارات كبيرة. وكل من اشترى بضائع، اشترى محلات، اشترى مولات، بيوت، أشياء تجارة كاملة بالتقسيط، فإنه سيخسر ولن يستطيع سداد هذه الديون، وبالتالي فإنه سيتم مصادرة هذه الديون. لذلك نصيحتي في عام 2023، هذه النصيحة الغالية: ألا تشتروا أي شيء بالتقسيط، خصوصا مما كان كبيرا كمولات، كمراكز تجارية، كبيوت. سيارات ممكن تستطيع تقترض قيمة سيارة وتسدد، لكن كلما كان القرض أكبر كلما كانت خسارتك أكبر. فنصيحتي لكل من اللي يشتركون في البنوك البنكية التي تمول مشاريعك: احذر من هذا الفخ في عام 23. كل من مولوا مشاريعهم من هذه البنوك فإنهم سيخسرون ولن يستطيعون تسديد هذه الديون، مما سيؤدي إلى إغلاق مشاريعهم وتحميلهم ديون كبيرة جدا، بالإضافة إلى فشل مشاريعهم، فإن الديون ستكبر عليهم. ثانيا، كل من دخلوا جديد في البورصة أو البيتكوين أو العملات الرقمية، أحذركم من هذا العام، خصوصا عام 2023، عام 2024. عام 2025 ممكن تعودوا ترجعوا تدخلوا في البورصة، في الأسهم، في السندات، ممكن. لكن عام 23-24 الأسهم، السندات، البيتكوين، البورصة، نصيحتي نصيحة كاملة بأن من سيدخل في هذه الأشياء فإنه سيخسر كل ما يملك وكل مدخراته، ولن يجد من يبكي عليه. ألخص الجزء الرابع من توقعات عام 2024: سنة خسارة التقسيط وسنة خسارة الأسهم والبورصة والبيتكوين. الأزمة العالمية التي حدثت في عام 2008 كانت عندما دخل أورانوس إلى الحوت، وسببت الأزمة العالمية الكبرى التي لا زالت تداعياتها إلى الآن. هذه المرة ماذا سيحدث في الحوت؟ الحوت سيدخل في شهر مارس، سيدخل فيه زحل، وهو مما سيسبب إلى ضربة للتداولات المالية، للتقسيط، للبورصة، للأسهم، للسندات، للبيتكوين، لكل هذه العملات الرقمية. فدمتم بخير مشاهدي قناة الفلكي اليمني، وأحذركم هذا العام من الدخول في أي نوع من هذه، خصوصا تحديدا من شهر مارس 2023 إلى 23 و24 إلى نصف 25. هذا تحذير خاص من الفلكي اليمني، ودمتم بخير. وهذا هو سنة الخسارات المالية، ودمتم بخير.